مرحبا بكم في أثر الزمان، حيث نصحبكم في رحلة عبر التاريخ الإسلامي العظيم لنعيش معا قصص الصحابة الذين غيروا مجرى الأمة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب حتى يصلكم كل جديد. واليوم نبدأ مع صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة، إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولد عبد الرحمن بن عوف في مكة المكرمة بعد عام الفيل ب10 سنوات تقريبا، أي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنحو 10 سنين. وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واحدا من أوائل المسلمين، فقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. عرف منذ شبابه برجاحة العقل وطيبة القلب وحسن الخلق، وكان تاجراً ماهراً يعرف أسرار التجارة ويبرع فيها. حينما اشتد البلاء على المسلمين في مكة، هاجر عبد الرحمن بن عوف أولاً إلى الحبشة، ثم عاد وهاجر إلى المدينة المنورة. وهناك وقعت القصة الشهيرة التي تظهر عظمة هذا الصحابي، حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري، فعرض سعد نصف ماله وبيته على عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن رضي الله عنه رفض بأدب وقال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فانطلق إلى السوق وبدأ بالتجارة من جديد حتى رزقه الله مالا وفيرا. ومع أن عبد الرحمن بن عوف أصبح من أثرى الصحابة، إلا أن قلبه لم يتعلق بالدنيا، كان ينفق ماله في سبيل الله بسخاء عجيب، فقد جهز نصف جيش المسلمين في غزوة تبوك من ماله الخاص، وكان يطعم الفقراء والمحتاجين، حتى قيل: لو رفعت حجرا لوجدت تحتها مال عبد الرحمن. وما أجمل ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيد من سادات المسلمين، فقد جمع بين المال والإيمان وبين التجارة والآخرة، فكان تاجرا في الدنيا وتاجرا مع الله. هكذا نكون قد تعرفنا على بداية حياة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كيف جمع بين الغنى في الدنيا والربح في الآخرة. في الحلقة القادمة نستكمل رحلتنا لنتعرف أكثر على مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومآثره العظيمة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبتكم الحلقة، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم.